ازاي تخلي ابنك ملحد؟ يعني هقول لك في 5 دقايق كده ازاي تربي طفل ملحد. اول حاجه، من اول ما يتولد اوعى تكلمه في الدين وهو صغير، ده عنده سنه سنتين لحد ما يبقى عنده 10 12 سنه، ده طفل. سيبه يلعب، سيبه يجري، سيبه يعمل اللي هو عايزه، ولا تكلمه في الدين بقى، ولا تقول له صلي ولا صوم، ولا تعرفه بربنا، ولا تفكره بنعم ربنا علينا، ولا تفهمه القرآن وتفهمه عقيدته. ده طفل يا اخي، سيبه يلعب. بعيده تماما عن اللغة العربية وعن الدين. اللغة العربية ابعدوا عنها قدر الإمكان، دخلوا مدارس أجنبي، علموا إنجليزي، فرنساوي، ألماني، إيطالي، اتفرجوا على أفلام أجنبي، مسلسلات كوري وبرامج أمريكي المهم ما تعلموش اللغة العربية، ما تخلوش يحب اللغة العربية، لأن اللغة العربية دي اللي هي هتنقل له القرآن بعد كده وهتنقل له الدين. العربي ده وحش، العربي ده لغة تخلف. اوعى توديه المسجد ولا توديه في وسط ملتزمين، لا 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 لا، خليه يصاحب أجانب ومسيحيين، أو خده خالص وانقل بيه في دولة غير مسلمة عشان تبقى مستواه أحسن، يبقى شوارع نظيفة ومستشفيات كويسة ومدارس نظيفة. مش مهم اللي حواليه مش مسلمين، مش مهم اللي حواليه غير مسلمين، مش مشكلة. بعيدوا عن الدين، بعيدوا عن الملتزمين، دلعوا، هاتله اللي هو عايزه، اشغل وقته كله بالدنيا. خده من المدرسة للنادي للدروس للخروج للترفيه للتمرين. بعيدوا بقى عن المسجد والقرآن والحاجات دي. وبعدين حتى لو اديته شكل الدين، اديله يحفظ شوية قرآن بلا روح وبلا فهم وبلا معنى. خلي القرآن الدين عنده مجرد ان احنا بنصوم في رمضان وبنعمل زينة رمضان وبنحتفل بالعيد. اوعى تكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تكلموا عن نعم ربنا سبحانه وتعالى، عن فضل ربنا، عن كرم ربنا. اوعى تحببه في ربنا، لا. بعيدوا عن الكلام ده، بعيدوا عن الملتزمين. اديله الموبايل وهو عنده 3 4 سنين، وخليه يقلب في التيك توك ويقلب في اليوتيوب ويقلب في النتفليكس وفي البرامج وفي الافلام وفي الحاجات اللي تبني له تفكيره وتبهره بكل ما هو غلط، وتشوه له الدين وتشوه له اهل الدين. ولما يجي يسألك عن حاجة في الدين، يجي يسألك هو مين اللي خلق ربنا، هو ربنا جه ازاي، هو احنا ليه مسلمين، هو قول له لا لا لا، بعدين الكلام ده لما تكبر. قول له ما تفكرش في الحاجات دي، قول له ما اعرفش، قول له احنا مؤمنين وخلاص، احنا مسلمين وخلاص. وبعدين بقى ايه؟ لما تيجي تأمره بالدين، تعالى هو عنده 15 سنة كده، اجبره بقى على ايه؟ على انه يروح المسجد، ولا ان هو تلبس الحجاب، ولا يعني وبالقوة وبالخناق عشان يكرهك اكتر ويكره الدين زيادة. جبرها على الحجاب وهي عندها 15 سنة، وجبره على الصلاة في المسجد وعنده 15 سنة، وانت سايبه طول السنين دي، ما عرفتوش ربنا، ما حببتوش في ربنا. ساعتها تأكد انك انت فعلا بتنشئ براعم الإلحاد، بذرة ملحد، بذرة شخص بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله ان هو ربنا يخلف ظننا، وان هو ربنا يهديه ويرسله ليهديه. لكن اذا انت ما عملتش مع ابنك الصح من هو صغير، اذا ما ربيتوش على ربنا وعلى الدين من هو صغير، صغير دي مش عنده 15 سنة، صغير دي عنده سنة، عنده سنتين، لازم اول حاجة يسمعها يسمع الحمد لله. اول ما يشوفك بتصلي، اول ما يقرأ القرآن تفهمه معنى القرآن، اول ما يدرك الدنيا تفهمه ان ربنا اللي خلقنا. كل حاجة تجيبها له تقول له دي نعمة ربنا وفضل ربنا وكرم ربنا علينا. لازم تحسسه بانه عايش وحياته كلها متمحورة حوالين خلق الله ربنا سبحانه وتعالى ورضا ربنا سبحانه وتعالى. لازم تفهمه دين وتفهمه القرآن اللي بيقراه ده معناه ايه. لازم تربطه بالإسلام، تربطه بالمسلمين، تربطه باللغة العربية، تربطه بالمسجد. لازم تشوف صحابه، تشوف اللي حواليه، وتشوف اللي بيتفرج عليه، وتشوف اللي بيسمعه. لازم تتناقش معاه، ولازم تفهمه، ولازم تجاوب على أسئلته، ولازم تحطه في بيئة يعني تشجع على طاعة الله سبحانه وتعالى. لازم تتكلم معاه، لازم تقعد معاه كده وتقرا القرآن وتفهمه ربنا سبحانه وتعالى ايه خلقنا ليه، ومراده مننا ايه في الخلق، والدنيا دي ابتلاء ازاي، ولازم نعدي هذا الابتلاء ازاي، والامتحان ده ازاي. انما تسيبه كده، تسيبه الدنيا اللي تاخده وتبعده وتشكل فكره، وبعدين عايزه تجبره بعد كده لما يكبر على مظاهر الإسلام وعلى شكل الإسلام، من غير ما يكون فيه فهم وعقيدة وحب لله سبحانه وتعالى. لا، الموضوع صعب أوي، الموضوع هيبقى صعب أوي.